طيب خلينا انوب بقى عن كل اللي وجهوا الاتهامات، واحنا حتى هنحاول نناقشهم، يعني الصحب والآل اللي هم اولا قالوا ان يوم الغدير وعيد الغدير ده من اهم احتفالات الشيعة، وكون انه يتم دعوتك في هذا اليوم وفي هذا الاحتفال هو احتفال شيعي، وكان يجب الا تقبل السفر في ظل احتفال طائفي. انا اجي يا جماعة للعراق لكن مش في احتفال طائفي. يبقى هنعتبر ان السنه لو عملت اي احتفال تبقى احتفال طائفي. يعني لو وجهت هي دعوه من السنه لاحتفال ما هيصبح احتفال طائفي؟ لا، لو هو احتفال خاص بالطائفية، يعني في احتفالات دينية لكل المسلمين. لم يكن احتفالا يعني دينيا مولد بالمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليه اثنان، يعني الحج لا يختلف عليه أحد اللي هيحتفل بهذه الأعياد الدينية لنا، لكن لا، هو عيد لا يحتفل به إلا الشيعة. لا، أنا احتفلت به وكأني لا أشعر ولم أشعر إطلاقا أنه احتفال شيعي. يوم الغدير. يوم الغدير. بس انت عارف هما بيستندوا في حديث الغدير الى انه سيدنا علي بن ابي طالب هو الاحق بالخلافه من ابو بكر وعمر، وانه يعني هذا الاحتفال انه لا ابو بكر انتزع الخلافه التاريخ لا يكذب وسطع عليها، هذا وسيدنا عمر انتزع الخلافه وسطع هذا موجود عليها. في التاريخ وتصحيحه مهمتنا الان بعد 1500 سنه من انتشار الاسلام وتوطيد هذه الافكار الى هذا الوقت. يجب ان نجابهه، يجب ان نناقشه، يجب ان نقضي عليه، ان احنا نسير مع صحيح الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام هو نبي الله، هو صاحب الرساله، لا شك في هذا زي ما حضرتك تفضلت وقلت. وبالتالي في حاجات كتيره جدا دخلت على الاسلام وشوهته وتشوهه حتى الان. مهمتنا الان ان احنا نواجه هذا ونواجهه بكل صراحه وبكل شفافيه، والا سنظل نقول ان في خلاف بين الشيعه وبين السنه، لان هنقعد نقول ان الشيعه والسنه لن يلتقوا، وان الطائفيه هتدمر الاسلام. مش الطائفيه اللي هتدمر الاسلام، الارهاب والتطرف هو اللي بيدمر الاسلام. انما اختلافات مذاهب شيعيه، الاخوه المسيحيين عندهم مذاهب كثيره جدا جدا جدا. لا، انا بقصد في انه ما قلت شويه انه يا جماعه انه اصله يوم الغدير او عيد الغدير او حديث الغدير بيستخدم استخداما طائفيا للطعن في خلافه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. لم يذكر امامي هذا ولم يتحدث معي في هذا الامر اي انسان في النجف الاشرف. لم يتحدث معي، ولم يكن غرض المهرجان في هذا ولا تحدث احدا في الدين على الاطلاق. ده مهرجان اعلامي خالص مخلص. انا طلعت عملت ندوه عن الدراما العربيه المصريه. فين الغدير؟ هو كان تحت اسم الغدير فقط لا غير. انما لم يكن هناك ندوات دينيه على الاطلاق خلال ايام المهرجان الاربعه. لم يكن هناك على الاطلاق، لا معي ولا مع غيري. انا كنت احضر الندوات الاخرى، منهم ندوه لاخونا الكبير الدكتور كمال الهلباوي تصادف وجوده معايا. يعني وهو سني، وهو كان اخوانيا ثم ارتد عن الاخوان واصبح دلوقتي بيبين للناس مساوئ الاخوان. فيعني المساله ولم يتحدث في الدين كمان.